كيما خدمت أنا حاب نخدم الحرام. والله مشتاق. تعرف أنا ماذا بيا اليوم قبل غد. هذه الوحدة حاب نخدم الحرام. مشاهدينا الكرام، في هذا المكان ومن أمام مسجد الفتح الظهارة بولاية الوادي، آدم القائم على مسجد رفقة زملائه في رمضان 2026 في برنامج سؤال بعد التراويح، هز يديه ربي العالمين سبحانه عز وجل وطلب دعوة. شاهدوا معنا هذا الفيديو ولا نعوده. رسالتي الوحيدة حاب نروح لهم. هذه الرسالة الوحيدة اللي عندي. إن شاء الله يا رب. إيش بيك تأثرت؟ الله غالب متمن. كيما خدمت أنا حاب نخدم الحرام. ما نكذبش عنك. هذه الوحيدة. حاب نخدم الحرام. كيما خدمت هنا بس لي شر نحق غادي. مشاهدينا الكرام، شاهدتوا معنا الفيديو. طلب آدم بإذن الله تحقق. روح تشوفوا معنا. بسم الله. وهنا في هذا المكان آدم هز يديه ودعا بدعوة خير، دعا ربي يرزقه بعمره وسالت دمعته. واليوم في شهر ماي، وأيضا من منبر القايد نيوز تحقق هذا الحلم. شاهدوا معي. آدم، ألف مبروك عليك. ألف مبروك عليك. عمره ما شاء الله. الله يبارك، الله يبارك، ربي يبارك. آدم من هذا المكان في رمضان اللي فات في برنامج سؤال بعد التراويح قناة القايد نيوز، قلت لك وش أمنيتك؟ ايش قلت لي أنا ذاك؟ عمره نروح نخدم الحرم. حبيت أروح. قلت لي أنا راني خادم هنا في مسجد الظهارة، راني نخدم في الجامع مصلين. وحبيت أروح نخدم غادي الحرم، مصلين يجوا يقبلوا البيت ربي سبحانه. كما نخدم هنا نخدم غادي إن شاء الله، باش نلبي دعوة أمامتي سبحانه لربي وثم لكم أنتم. وزيد معناها نشكر الناس اللي ساهمت في العمرة، الأعيان تاع الحي بارك الله فيهم، هم اللي معنا شافوا خدمة الحي وخدمة الجامعة. هي على كل حال هي ابتغاء وجه ربي سبحانه عز وجل. حابينها ربي سبحانه، هم حب يكرموني بارك الله فيهم وربي جزاهم. فرحة كبيرة. هذا إنسان خدوم الحق، يخدم في الدين وفي الوطن. الناس كل تشهد لك الداني، الناس كل تشهد له الحق. الحافظ العم ينقص من خدمة تاعه، يروح البلايص الكل يبحث يعاون الحق، معناها بالمفعول، معناها مش هكا بالفم. والله الناس كل تشهد له، الكبير والصغير. والله هذه حقيقة لازم نقولها. يستاهلها، لأن إنسان يستاهل الخير، كل الخير. فهمت؟ إنسان يخدم كان الخدمة طيبة جميلة، يستاهل كل شيء. فرحتوا له؟ فرحين له أكثر من اللازم. والله مشتاق. تعرف ماذا بيا اليوم قبل غدو. ماذا بيا غد. تأثرت خاصة لما سمعت كلامه. هي شهادة أفتخر بها في نفسي، وهذه ترجع معناها الحمد لله والذي ربنا على الشيء، على الصلاح والفلاح. الحمد لله على كل حال. يبارك فيك. يبارك فيك.